السلام عليكم. معكم محمد مالي من قناة ميكانولوجي. النهارده هنشرح درس ازاي اعمل لوك لخلية او مجموعة من الخلايا. دلوقتي انا عندي بروجكت زي ده وعايز ابعته لحد يشتغل بس يعدل في الدرجات او يعدل في الكود او في الاسم من الحاجات دي، لكن مينفعش يعدل في الاسم من هنا او ارقام او الكود من هنا. طيب انا هعمل عشان يعمل كده؟ لو اديته له دلوقتي زي كده هيعرف يعدل فيه براحته. طب خليها زي دي، انا ضغطت عليها كليك يمين وعملت فورمات سيل، هلاقيها اصلا هي معمول لها لوك. طب ايه السبب اللي انا بعدل فيها؟ اي خلية عندك في الاكسل معمول لها لوك تلقائي، بس عشان تنفذ اللوك ده لازم تعمل كليك يمين على كلمة شيت وتعمل بروتكت شيت، تقوم عامل كاتب باسورد هنا، مثلا اكتب 1 2 3 ومضغط اوكي ومكرره تاني. هاجي اعدل هنا لان مش عارف، بيقولك لا انت البتاع ده معمول بروتكت. هتيجي تعدل هنا مفيش اي خلية، حتى الخلية اللي جنبك هنا برضو مش نافعة. يبقى انت دلوقتي محل عامل كل لوك لكل، فهو مش هيقدر يشتغل. طب عشان نلغي اللوك ده نعمل ايه؟ نضغط كليك يمين وان بروتكت شيت وقوم كاتب الباسورد وهدي الخلايا اللي انا عايز اعملها انلوك. خلايا زي دي اقوم محددهم وضغط على كليك يمين فورمات سيل واعمل لها عشان امسح دي كده، خلاص لغيت اللوك اللي عليها. خلايا زي دي اضغط على كليك يمين واعمل فورمات سيل واشيل اللوك اللي عليها برضو. خلايا زي دي اضغط على كليك يمين واعمل فورمات سيل اشيل اللوك اللي عليها. بس قبل ما انفذ ده برضو دلوقتي عندك حاجه زي كده مفيش اختيارات، ليه؟ لان اماكنهم اتغيروا. فانا برضو هعدلها بقى، جايب داتا فاليديشن، تقوم انت برضو عامل الليست بتاعتك دي، تقوم شارك كل ده، تقوم محدد دول، تقوم ضاغط اوك. خلاص رجعت تاني عندك ايه فيها ايه ليست، برضو حمزة نفس الحكاية داتا فاليديشن، حدد من تاني خلاص. هتبص تلاقي عندك ايه اتعمل تمام. فانت حددت الدوال اللي معمولها لوك والدوال اللي مش معمولها لوك، وعامل كليك يمين وعاملين بروتكت شيت ومن ضاغط 1 2 3 اوك 1 2 3 اوك تمام. هاجي اعدل في دي، قالك لا مينفعش، انا عايز اعدل في دي هعدل براحتي. هاجي اعدل في دي معمولها لوك، طب انا عايز اعدل بقى في دي 7، هتلاقي اتغيرت معاك بقت عمار هنا 10، هتلاقي اتغيرت معاك بقت ابراهيم والرفون اتغير وجد. تيجي تعدل في دي ما ينفعش اعدل في دي، خلاص انت مش مسموح لك تعدل في دي. ليه؟ انت عامل لوك على خلايا معينة وخلايا تانية مفتوحة عادي موجودة. دي فايدة اللوك. انت طبعا تبقى عامل بروتكت للمشروع بتاعك عشان لو مشروع كبير تحتاج بقى اللوك ده في حاجات كتير، تقفل خلايا معينة تشغل خلايا معينة عشان حتى لو حد جه يشتغل بعدك ما يبوظلكش الشغل اللي انت كل اللي انت عامله. طب دلوقتي احنا عملنا بروتكت للشيت. طيب دلوقتي ممكن اضيف هنا، اعمل اضافة للشيت هنا، او عملت اضافة للشيت تانية، او اعمل ايه، او اعمل ديليت للشيت ده. عايز اعمله ديليت عملته ديليت. طيب ما هو كان ممكن اعدل في الشيت او الشيت ده، يعني كده اعمل ايه؟ حماية الحاجة اللي داخل الشيت بس، عامل بروتكت او لوك للسيل اللي داخل الشيت. طب انا عايز اعمل حماية بتاع كله، قوم رايح على كلمة ريفيو قوم رايح عن بروتكت ورك بوك. شايف بقى دي بروتكت ورك بوك، ضغطت عليها كده وحط نفس عايز احط بقى باسورد او باسورد مختلف عن احط 1 2 3 نفس الباسورد يعني. تمام. زي هتيجي تعمل انسيرت مش هنعرف تعمل انسيرت، تيجي تعمل ديليت هنا مفيش ديليت للخلية خلاص. يبقى الورك شيت الورك بوك بيحمي لك الورك بوك من الخارج، لكن لو انت عامل بروتكت ورك بوك بس هتقدر تعدل في الخلايا عادي. يعني دلوقتي عملت ان بروتكت شيت سبت 1 2 3، انا مش قادر امسح عشان اعمل بروتكت ايه ورك بوك، لكن ممكن اعدل في دي عادي. خلاص بقى اتشالت، اعدل في دي برضو عادي لان انا شلت ايه بروتكت شيت. لو عملت بروتكت شيت تاني هرجع اعدل هنا، هينفع اعدل ليه؟ عشان كنت شايل عليها اللوك. لو جيت اعدل في دي مش هينفع. طيب هاجي احذف حاجة مش هينفع، ليه؟ لان خلاص اعمل بروتكت ورك بوك. شلت الورك بوك، عايز اشيلها هتلاقي فتحت معاك تاني اللي انت تعمل ديليت وانسيرت والحاجات دي كلها. تمام. فده كل بقى البروتكت ورك بوك والورك شيت مع بعض. كل حاجه انت لازم تبقى مظبط الحاجه بتاعتك اللوكات بتاعتك والكلام ده، عشان ايه؟ لو هتدي المشروع بتاعك لحد يشتغل عليه او في مكان ما يبوظهولكش ويقولك المشروع فيه مشكله. تمام.